لغز الإمبراطورية المفقودة، إمبراطورية تارتاريا. هل سمعت في يوم من الأيام عن إمبراطورية تارتاريا في أي خريطة حتى من الخرائط القديمة؟ الإمبراطورية دي كانت موجودة على مساحات شاسعة من آسيا، لكنها اختفت تماما من كتب التاريخ الحديثة. ليه وإزاي؟ والبعض قال إنها ما كانتش مجرد إمبراطورية عادية، دي كانت حضارة متقدمة تم محوها من التاريخ عمدا عشان تختفي من ذاكرة البشرية. فإيه السر ورا الاختفاء ده؟ وهل ممكن فعلا إن حضارة عظيمة تكون تم محوها وإخفاء معالمها؟ أنا فستق، هات شاي سوداني وتعال أحكي لك الحكاية. اللي اكتشفوا إمبراطورية ترتاريا دي اكتشفوها إزاي؟ قال لك لقينا في مباني ضخمة ومنحوتة ببراعة في بعض المدن، وكان عليها مجموعة من الأسلاك الغريبة، واكتشفوا إن دي كانت مصممة علشان أبحاث الطاقة الحرة المفقودة، والأسلاك دي كانت هي شبكة الطاقة المتقدمة اللي تم تعطيلها عمدا. واكتشفوا كمان إن في مباني وبيوت قديمة لقوا إن شبابيكها وأبوابها نصف مدفونة تحت الشارع، وقالوا إن ده دليل كبير على إن في كارثة عالمية غامضة. حصل فيضان من الطين اجتاح العالم وطمس هذه الحضارة. وانت بتاكل السوداني مع الشاي كده ومندمج، لو سألت نفسك هل الأدلة دي حقيقية فعلا؟ وهل في سر عظيم تم إخفاؤه عن العالم؟ تعال أقول لك الحقيقة واكشف لك عن اللغز اللي حير كتير، لغز إمبراطورية ترتاريا. في الحقيقة إن مفيش أصلا وجود لإمبراطورية اسمها ترتاريا زي ما قالوا، هو الاسم ده بس كان مجرد مصطلح جغرافي. كان الأوروبيين وهم كده بيبصوا في الخرايط لما بيلاقوا أراضي كبيرة أو غامضة لسه ما اكتشفوهاش في آسيا الوسطى وشمالها، وتكون الأراضي دي تحت سيطرة المغول والتتار، كانوا بيقولوا عليها إمبراطورية ترتاريا. يعني مجموعة الأراضي دي اللي كانت تحت سيطرة المغول والتتار أطلقوا عليها في الخرائط إمبراطورية ترتاريا. فهي ما كانتش مملكة واحدة ليها هوية يعني كده وحاكم وشعب وجيوش. قال لا، أمال إيه المباني اللي قالوا عليها دي والأسلاك والفيضان اللي حصل؟ تعال أقول لك الحكاية. المباني اللي قالوا عليها دي كانت مباني عادية، كان في الزمن ده ساعتها في القرن الثامن عشر والتاسع عشر كان ده أسلوب الفن المعماري ساعتها. أما الأسلاك عاوز أقول لك إن هي كانت مجرد بقايا لشبكات التليفون والتلغراف العادية، وتركبت بعد كده أصلا لما بقى في مدن حديثة وكانوا محتاجين لتوصيل شبكات اتصال. الله، العالم دي هتجننا ولا إيه؟ طب وفيضان الطين؟ عاوز أصطمك وأقول لك إن ولا في فيضان ولا في طين. ده كان الحي كل ما بيجي يسفلت الشوارع ويجدد الشوارع كان بيحصل تعلية للأرض، ومع تراكم السنين وتراكم مخلفات ومواد البناء هو ده اللي خلى الأرض ترتفع عن مستوى المباني اللي كانت موجودة، فنص المباني اتدفن تحت الشارع. يعني إمبراطورية ترتاريا طلعت في الآخر أسطورة ومش حقيقة. وده بيدينا مثال عملي على إزاي ممكن الجهل بالتاريخ والظواهر المدنية الطبيعية يتحول في عقول أصحابه إلى الاعتقاد بوجود مؤامرة كبرى، ودول الناس بتوع نظرية المؤامرة. طب إيه اللي خلى نظرية زي دي تنتشر بالشكل الفظيع ده وتطلع خرافات وأساطير، بل وتبني عليها أحكام كمان؟ أحب أقول لك إن ده انعدام الثقة في المؤسسات العلمية والبحثية. ما كانوش مكتفيين بالسرديات الرسمية اللي بتعلنها المؤسسات دي، فبدأوا يدوروا على تفسيرات بديلة تحسسهم إن في معرفة سرية محدش عاوز يكشفها لبقية العالم. لكن في الحقيقة دايما موجودة في الأدلة الموثقة اللي نقدر نتأكد منها ونتحقق منها. فلازم نكون أصحاب فكر وما نمشيش ورا التفسيرات اللي بتعتمد على رفض أي شيء بمجرد الأفكار والأوهام والأساطير. لو وصلت لحد هنا في حقيقة تانية إنك لازم تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، وأشوفك الفيديوهات اللي جاية، وسلام.